إبراهيم عيسى لازم يطلع علينا كل شوية يدلي بدلو. إيه اللي مضايقك يا عم إبراهيم؟ قالك إزاي يبقى الدولة هتتقدم وهي فيها مركزية الدين؟ فين يا سيدي مركزية الدين؟ قالك إزاي يبقى ليها لسه دار إفتاء؟ نعم، يعني أنت عايز إيه؟ عايز اللي ياخد الإفتاء بتاعته يروح ياخدها من عندك يسأل فيها مين؟ على أساس إن دار الإفتاء بتيجي وبتوقف قوانين في الدولة، بتيجي وبتحكم في أشياء قانونية تخص المواطنين. لا إله إلا الله. يسكت أبدا. قال لك في مادة الدين لازم نلغي المناهج اللي بتتكلم عن عقبة بن نافع وخالد بن الوليد. ما هو انتوا لما بتعلموهم ان كان الاولين عندهم قيادة وبيعرفوا يعملوا مخططات عسكرية ينجحوا بيها كده، انتوا بتحسوهم على ان هم يبقوا من المجاهدين. هو احنا ناقصين؟ هو شبابنا مع التيك توك واغاني المهرجانات ومحمد رمضان والحق وحوش، واحنا كلنا بقينا بلد وحوش، ويقول لك اصل احنا بنعلم الناس ان هم يبقوا مجاهدين. يا سيدي الفاضل، اول مراتب الجهاد هي جهاد النفس، ان الشباب بتوعنا يجاهدوا نفسهم ضد المغريات اللي موجودة في الحياة، انه يحاول يبقى قابض على دينه كأنه ماسك على جمرة. هو انت مش واخد بالك ان مادة الدين لا فيها سقوط ولا نجاح؟ يعني الولاد بيعدوا عليها مرار الكرام، وكمان عايز تشيل منها كل اللي يفكرهم ان كان فيها ناس عظام، فيها ناس وهم في سن صغير بيقودوا جيوش، فيها ناس زي خالد بن الوليد لغاية دلوقتي بيدرسوا المناهج العسكرية والخطط بتاعته في أعلى وأكبر الكليات العسكرية في العالم، وكمان مش عاجبه ولا يبقى فيه مسح الدين. انت عايز الشباب يبقوا ايه؟ على التهريج ماشيين، على كل اللي يحثهم على كل ما هو مسيء وضد الدين عايشين. لا اله الا الله. طب انت ايه علاقتك بالدين؟ ان ولادنا يبقوا خلاص مسطحين، لا عندهم تاريخ يرجعوا ليه ولا عندهم حاضر يفكروا فيه. وانا عن نفسي بقى عندي يقين ان كنتوا جايين بمخطط وعليه متفقين. ما هو تطلع كمان فريدة الشباشي في نفس ذات الوقت وتقول لك انا ما اعرفش يعني ايه تبقى واقفه جنبي واحده منقبه، انا اتخض منها. يا سلام يا ست الكل وحيد الله، ده الطفل الصغير لو شافك يعيط ويترمي في حضن امه هم اللي هيبقوا خايفين. اقعدوا اتكلموا مع اولادكم، عشان الحرب على الفكر كبيره وصعبه شويتين، محتاجه مننا شغل للولاد، ما تسيبهمش للنداهه بتاعت السوشيال ميديا والاعلام. اتكلموا معاهم وخليكم مركزين ان النشء اللي طالع لو ما فهمش اي شيء عن القيم والاخلاق والدين يبقى خلاص ما نستناش منها شيء، وعليها يا رحمن يا رحيم. مش كده ولا ايه؟ ربنا يلطف بيا وبيكم وبولادنا وبالاجيال اللي طالعه من الشيطان الرجيم واعوانه اللي جايين للمخطط يبقوا منفذين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.